يتقاسمان الألوان ويختلفان في البطولة، فالمستضيف أهل البرج يسعى للعودة إلى حظيرة الكبار بعد سنوات في المحترف الثاني، وضيف اتحاد الحراش لا يزال محافظا على مكانته في المحترف الأول. الأهلي الذي تأهل بصعوبة مع شباب الحناية وفي الوقت الإضافي يؤدي موسما مشرفا مع المدرب عبد الكريم بيرة، يحتل المرتبة الرابعة في المحترف الثاني ب24 نقطة، فاز في 6 مباريات وتعادل بمثلها وخسر 3 مرات، له 12 هدفا وعليه 9، مما يؤكد التوازن الذي كسبه الفريق المتعادل بملعب الأربعاء في آخر مباراة بالبطولة. تعادل أيضا فرضه أولمبيندية على اتحاد الحراش بملعبه بعدما أقصى الأخير الأول في الدور السابق للكأس. الاتحاد تاسع الترتيب بالبطولة، له 19 نقطة، فاز في 4 مباريات، تعادل في 7 وخسر 4 مرات. هجومه ليس بالقوي وهو الذي لم يسجل سوى في 9 مناسبات، في وقت تلقى دفاعه 14 هدف ليبقى نقطة الضعف، ولو أن الاتحاد يحافظ على اللعب الجميل وبكتلة واحدة. مباراة الأهلي الاتحاد قمة بمستويات متقاربة، والحكم للغة الأقدام. إذن كل ربما كل شيء يعني مباراة مفتوحة تقريبا.